ازيكم يا جماعه، والنهارده هاخدكم جوله في معرض انترسيك دبي. واللي ما يعرفش معرض انترسيك، فمعرض انترسيك هو واحد من اكبر المعارض المتخصصه في مجال الامن والسلامه على مستوى العالم. المعرض بيتم تنظيمه سنويا في دبي، واحنا دلوقتي في النسخه 26 من المعرض. المشاركين في المعرض الشركات اللي بتقدم منتجات وخدمات الامن والسلامه، واللي من ابرز الخدمات والمنتجات دي منتجات الاطفاء والانذار الخاصه بالحرائق والبوابات الامنيه وكاميرات المراقبه وغيرها كتير من انظمه الامن والسلامه والحمايه. الشركات المشاركه في المعرض بتعرض خدماتها ومنتجاتها، وده اللي بيخلي ليها فرصه كبيره انها تعقد صفقات كبيره عالميه، لان زوار المعرض مش ضروري يكونوا من جوه الامارات بس، لا ده من العالم كله بيجوا يزوروا معرض انترسيك. وكمان قابلت مصنعين ما لهمش وكيل في العالم العربي، ما لهمش وكيل في الامارات، عندهم تكنولوجيا جديده وافكار جديده، وده بيخلي ليهم فرصه كبيره ان هم يلاقوا سبونسر ووكيل ليهم في الامارات. انترسيك من اكبر المعارض اللي بتعمل الكلام ده، وكل سنه بيبقى فيه تطور كبير جدا في التكنولوجيات المعروضه وانظمه الاطفاء والانذار وانظمه المراقبه والحمايه الشخصيه والحمايه الالكترونيه. في الفتره الاخيره دخل الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الحمايه والامن والسلام، وده اللي كان واضح بشكل كبير جدا في النسخه 16. الذكاء الاصطناعي اللي بيقدر يحلل البيانات اللي بيشوفها عن طريق الكاميرات والحساسات، وبيخليه اسرع من الانسان في اتخاذ قرارات سريعه ومنطقيه وسليمه بنسبه كبيره، زي مثلا كاميرات كشف الحراره، واللي بتقدر ترصد حراره مناطق معينه ممكن تتوقع ان المناطق دي يكون فيها حريق، تقدر تبعت اشارات خاصه لانظمه الاطفاء والانذار، واللي بدورها بتكون مربوطه بالدفاع المدني في بعض الدول. وكمان كاميرات الفيكل فيو، ودي اللي بتكشف وبتقرا لوحات السيارات اللي داخله وبتفتح البوابه لو مصرح لها بالدخول. انت كمان تقدر تحضر انترسيك 2026 ان شاء الله. لو حابب تعرف معلومات اكتر عن النسخه اللي جايه من انترسيك، هتلاقي اللينك في البايو. سلام.